صباح الخير. هلا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد اسطوري وسنطر. اليوم عندنا فلوج. صار لي طبعا انا تقريبا اسبوع هون بالمانيا. اليوم راح اروح لفه اللي هي على الهافن. اللي بيعرف شو يعني هافن، يعني راح اروح اليوم على المينا اللي موجود هون بهامبورغ. مينا غاد في قعدات، في اجواء، سفن، كل اشي. راح نروح غاد وراح نصور لكم الاجواء. طبعا هذا اول فيديو اللي بصوره بالمانيا بعد تاع السفر. انا صورت لكم تاع السفر ونزلت لكم اياه. ان شاء الله رب يكون الفيديو عجبكم. مثل ما شايفين هاي حديقة هون بتكون لقلب الدور اللي هون، فهون تقدر تنزل تصور، تقدر تنزل تقعد، تقدر تنزل تعمل تحديات. فان شاء الله راح يكون في فيديوهات اسطورية مسنطرة على القناة ان شاء الله قادمة. وهذا اول فيديو لنا بالمانيا اللي هو راح نروح فيه على الميناء. فطبعا انا عملت تيكت الباصات هون، تدفع عليه شهري، واني قدمت على شريحة عشان تكون اموري بالسليم. فليتس جو، اول مشوار لي بالمانيا. طبعا يا شباب، هون انتم بتيجوا على الهاوبتبانهوف اللي هي المحطة الرئيسية لبهامبورغ تبعت القطارات تبعت الأوبان. فبتيجي انت هون عشان تطلع من هون تروح على المينا اللي هو الهافن. فهي أول محطة بتيجي عليها، بعدين بتضلك رايح على المينا. هلا بنصور لكم كل شيء. ليتس جو. طبعا هون يا غوالي شارع العرب. اجيت عند ريفي، اشتريت هاي البوار واشتريت شيبسات وهيك. رايحين حاليا على الهافن على المينا، وبس نوصل غاد ان شاء الله بنصور لكم المناظر الخلابه. الساعه حاليا 9، بس هون لساتها نهار، لساتها مصبح. نلحق نصور قبل ما تليل. فليتس جو. طبعا احنا حاليا وصلنا على المينا. مثل ما شايفين هاي هي محطة القطار اللي بتوصلك على المينا. طبعا يا غوالي مثل ما شايفين احنا حاليا بالمينا، المناظر ورا خلابه وهيك. راح نروح حاليا نلفلف ونصور لكم كل اشي خلال واحنا بنلفلف. طبعا هون المناظر، السفن، سكك القطار، كل اشي هون جميل جدا. فكل اشي راح نروح راح نصور لكم اياه. وفي واحد معي بلفلف هلا مصور لكم اياه لابن خالتي. ليتس جو. مثل ما شايفين يا غوالي هون قربنا على الجسر. تحت هون المي بتحسها خضرة لونها من التغميق وهيك. غاد العمارات عندكم هون السفن. في طبعا هون بيعملوا زي حفلات وهيك بقلب السفن والبواخر. طبعا احنا بنلفلف هون كل شيء مصور لكم اياه. غاد الجسر اللي بنزلك لتحت. فهون معلم عندك كل شيء مناظر غريبة مثل ما شايفين. برضه هون الناس وهي بتمشي بالممرات. ليتس جو. هون مثل ما شايفين هذا المدخل تاع الجسر، فايتين عليه هلا جوا انا وابن خالتي. فليتس جو يا معلم. والله هون المناظر خلابة. خالتو، اب خالته. طبعا اب خالته محمود صار له هون 2 3 بالمانيا. الله يوفقه يا رب. حبيبي يا مرات. اول ظهور له معي على القناه. راح نصير نصور تحديات واشياء حلوه. فانتم ما عليكم لا تزبطونا وتدعمونا. فايتين نصور لكم المينا. ما شايفين يا خوالي خلصنا الجسر، وهون عندكم المناظر اشي طحن. يعني انا حاليا البحر تحتي. روح بخالته تقعد تستمتع. المي، صوت المي تحتيك، هدوء، فيش اصوات عاليه، سفن رايحه سفن راجعه. فللامانه انه مناظر اشي صح، اشي طحن المناظر هون. الله يا عم الله، عالم ثاني هون بالبحر بالمينا، عالم ثاني. هون عندكم مثل ما شايفين اللي السور الطاحنة. تروح بتمرق على الجسر. بعد ما توصل هون على البحر مثل ما شايفين محل ما قبل شوي صورنا. عندكم هون بتلاقي بواخر، بتلاقي ناس، بتلاقي هون كل شيء معلم. طبعا يا غوالي هون مثل ما شايفين هاي السفينة او هاي الباخرة الكبيرة الحمراء والبيضة،
هاي هي عبارة عن منظر موجودة بقلب الميناء، هي عبارة عن فقط منظر. هون مثل ما شايفين برضو هذا الممر بتمرق منه يعني بس بالمينا فوق، بالناس رايحة ناس جاي، على يمينك عمارات، على شمالك بحر. ستوب انت اللي بتحضر الفيديو بعطيكم فاصل اعلاني. 87% من اللي بيشاهدوا الفيديوهات عندي على القناة مش مشتركين بالقناة، 13% بس اللي بيشاهدوا الفيديوهات مشتركين، فليه تشتركي؟ انزل هلا اشترك بالقناة، خلينا نوصل نكبر عدد المشتركين، لانه والله 87% مش مشتركين حرام، فانزل اشترك هلا ضروري، انزل كمل الفيديو يلا. طبعا يا غوالي مثل ما شايفين انا حاليا قعدت اخذت الاشي اللي اشربه ومع الشيبس والشوكولاته وهيك، البحر قدامك بكون معلم، يعني هون للامانه مناظر اشي خلاب، الناس مليانه قاعده، الكل قاعد، فيجوز حتى هلا بتطلع علي وانا بتصور، فمش مشكله. فهون في سفينه بنقدر نركبها، اذا ركبت راح اصور لكم اياها، فليتس جو. وطبعا يا شباب اثناء ما انا قاعد بتمرق سفن مثل ما شايفين، مرقت هاي الباخره الحمراء المرعبه، للامانه انها جميله وحلوه، وبعديها برضه بنفس الوقت يعني بعد بشوي مرقت هاي السفينه مثل ما شايفين، صورت لكم اياها بالليل. طبعا يا غوالي قاعد عندي المدرج محل ما انا كنت قاعد، مختلف لي مثل ما شايفين. طبعا عندكم يا غوالي هو مثل ما شايفين غاد جسير، وهون سفن محل ما بصفوا الباخرات والسفن مثل ما شايفين، وزي مطعم هون فيه، وغاد برضه فيه كمان جسر، هون ما نروح فيه السور معلم. وطبعا يا غوالي بدي ابلش لكم سلسله هون بالقناه، سلسله تعليم اللغه الالمانيه، كل يوم بعلمكم كلمه. الكلمه تبعت اليوم يا غوالي اللي هي كلمه داس شيف، انتوا بتحكوا شو هاي معناها؟ هاي معناها اللي هي سفينه، احفظوها منيح، اللي هي شيف هاي معناها سفينه. فتعلموا لكم كمان كلمه المانيه هيك بتقوى حالكم بالالماني، ومنه انا بعلمكم الماني. ليتس جو. وهون طبعا سكة القطار اللي بنروح منها، هذا القطار اللي هو او3، يعني او3، هذا هيك اسمه، ببعثنا على المنطقة اللي نروح منها. Nächster Halt, Mönckebergstraße. Ausstieg rechts. طبعا يا غوالي هون قبل ما اروح اجيت على سوبر ماركت تريفي مثل ما شايفين، بدنا نشتري بيض واكمل غرض عشان نتعشى ونحط راسنا وننام، فخلينا نروح نكمل الاغراض ونحاسب ونروح. طبعا يا غوالي مثل ما شايفين الجو هون ليال، صرنا بدنا نروح كمان شوي، وانا مروح راح اصور لكم لقطات من القطار والسفن وهيك. فان شاء الله يكون هذا الفلوج عجبكم، اذا عجبكم اكتبوا لنا بالتعليقات عشان نصير دائما نصور لكم زي هيك اماكن، بحيرات، مسابح، انهار، كل اشي. فوصلوا لنا هذا الفيديو 100 لايك تعرفكم قدها، واكتبوا لنا تحت اذا عجبكم الفيديو عشان نضلنا نصور زيه. بحبكم جميعا وبحب احكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.